ومن الحاجات برضو اللي سلطت الضوء على السين المصري هو البيف اللي كان بين ابيو ومروان موسى. قبل ما اقفل عايز اشكرك بجد، علمتني الراب وكنت اخويا يا اسطى بجد، كنت مثلي الاعلى بس بهتة البويا، و12 دقيقة تشهد انك كنت اخويا. ما تقولش اخويا ما عنديش اخوات بنات، من غير الدس فيا على الترند. انتوا فين انتوا الاتنين؟ بعتوا ملح وعيش لاجل ترند وصيت. ومن ده بنستنتج ان معظم الحاجات اللي شهرت السين المصري هي الخناقات والنكش والبيفات، ودي الحاجات اللي كانتش موجوده زمان اول ما الراب بدا، عشان كده محدش فيهم فضل لحد دلوقتي. ودايما الناس حاطه ويجز وبابلو في مقارنه بسبب حاجات كتيره، شايفين انهم احسن اتنين في السين المصري وليهم اسم كبير، برغم ان موجود ناس كتيره ومشهوره زي ابيو ومروان موسى وشاهين، بس بسبب الخلافات اللي بين بابلو وويجز اللي موجوده لحد النهارده خلاهم رقم واحد في السين، ونجاح تراكاتهم بشكل كبير على عكس الرابرز الباقيين. وبكده نكون خلصنا حلقتنا وعرفنا ازاي الراب دخل مصر ووصل للمرحله اللي شايفينها دلوقتي. ولو عايزين حلقه مقارنه بين ويجز وبابلو فاكتبوا لنا في الكومنتين. وبس كده.